هل الفحوصات المطلوبة قبل العملية بتختلف من مريض للتاني ولا لا؟ السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. طبعا احنا عندنا فحوصات أساسية لازم نعملها قبل العملية عشان نطمن على الحالة الصحية للمريض، زي الفحوصات الشاملة وفحوصات الدم وكمان رسم القلب والموجات الصوتية على البطن والحوض. ولكن في فحوصات إضافية بنطلبها في بعض المرضى، زي مثلا مرضى اللي عندهم مشاكل في القلب بنحب ان احنا نطلب موجات صوتية على القلب. كمان المرضى اللي أوزانهم عالية جدا ممكن نطلب موجات صوتية على القلب وكمان نعمل وظائف تنفس. كمان المرضى اللي عندهم لا قدر الله مشاكل في الكبد او كانوا بياخدوا كورتيزون بجرعات عاليه. مرضى الغده الدرقيه لازم نعمل لهم فحوصات للغده الدرقيه عشان نطمن ان هرمونات الغده الدرقيه في المستوى الطبيعي بتاعها. فعموما التقييم الشامل للمريض قبل العمليه بيوجهنا ناحيه الفحوصات اللي لازم نعملها قبل العمليه، بحيث ان احنا نكونوا مطمنين على كل حاجه قبل العمليه وتكون الحاله الصحيه للمريض ملائمه للعمليه ونوصل لاعلى درجات الامان ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم.